مرحبا حبايبي، ان شاء الله تكونوا بخير. ما بعرف اذا فيكم اللي بيعرف هاي الخضرة اللي كتير مفيدة كتير مفيدة، اسمها الكمأة او الكمأة. ففي ناس بتنطقها بالكمأة، في ناس بتنطقها الكمأة، وفي ناس بتنطقها الكمأة. فهاي سبحان الله بتكون فقط في الصحراء، ف يعني بتكون تحت الأرض، فناس بيعملوا مجهود عشان يجودوها. فسبحان الله هاي الكمامة هذه شوفوا، لها فوائد عظيمة لهشاشة العظام، وعلاج للعين، وعلاج لهذا يعني بتساعد انه ما يجي الانسان سرطان، وكمان علاج كتير فوائد، يعني صراحة كتير فوائد فيها. بس هي معروفة بالضبط لحماية العينين، لدرجة انه في ناس استعملوها لاضطرابات النظر، وعملوا له المية تبعيتها في العين واستفادوا منها. واصلا هي كمان بتقوي الجهاز المناعي والجهاز العصبي، فرائع، وفي طعمها رائع رائع. شوفوا طريقة تنظيف، انا اسهل طريقة حصلتها، لانه هي بيكون فيها كتير 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 تراب، بيكون فيها، لو سبحان الله في الصحراء، بتكون في الصحراء، فالناس بتحفر عشان تجبدها وتحصلها، وهي نادرة، يعني ما بيحصلوها كتير، يعني تعتبر من الخضروات النادرة جدا جدا. المهم، طريقة تنظيف، أنا بغسلها كويس، وبغسلها بالضبط بهذا البراش بتاع الأسنان. أنا خاصة هذه فقط للخضروات اللي بيكون صعب تعرفوا، لأنه في أماكن ما نقدر نوصل ليها، لأنه إذا ما غسلتوها كتير بيضل التراب، فلازم تغسلوها كتير كتير. فأنا ما بحب أحطها في المية كتير، لأنه ما يضيع منها الفيتامينات اللي فيها. هو بيسموها بالإنجليزي ترافل، وكتير اقرأوا عنهم، فكتير نادرين وبيكونوا غاليين. يعني الكمأة بتوصل للكيلو 200 درهم هنا في الإمارات، يعني بتوصل أقل شي تحصلوها أقل شي 100 درهم، بس هو أغلبية 200 درهم للكيلو. بس رائعة رائعة، إذا عندكم مشاكل خصوصا في العين، فكتير رائعة، راح تستفيدوا منها كتير 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 يعني. وأنا بعرف أنا شو بقول يعني. وأصلا يكفي إنه في حديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم كان قال فيه إن الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. فكتير كتير رائعة وسهلة في الطبيخ، يعني ممكن فقط تقطعوها أطراف وبعدين فزي ما قلت تعملوها فقط أطراف، وتعملوا فيها شوية زيت زيتون. أنا ما بحب أحط الملح بقى، إذا بدكم تحطوا ملح تحطوه وخلاص، وهيك تحركوها يعني كأنكم بتعملوا مشروم، وبتاكلوا بالصحة وبالعافية. مذاقها يجنن يجنن صراحة، يعني أنا بتعجبني كتير. أو ممكن تعملوها مع البيض أو مع بصل، فرائعة. أنا بتعجبني صراحة بدون أي شيء، فقط لحالها، وش ممكن شوية بصل، رائعة رائعة. فأنصحكم بها. والمية تبعتها ممكن تعصروها وتاخدوا المية هذه تبعتها وتحطها في العين. طبعا أنا مش دكتورة، بس أنا عن تجربة عجبتني واستفدت منها عشان عيوني، لأنه كان عندي جفاف رهيب واستفدت منها صراحة. رائعة رائعة، وكمان كتير مفيدة للجسم. اقرأوا عنها وخذوها مرة مرة، والله يعطيكم الصحة والعافية. حبيت أشارككم.